بين هذه الجدران المهترئة وفي هذا الكوخ المظلم بالضبط يعيش عمي محمد عزوار صاحب العقد الثامن حياة الفقر والبؤس والحرمان. أنهكته الطبيعة بكل قواها، الجوع والبرد أخذا منه الكثير، فحتى صدقات المحسنين لا تنقص من حدة وضعه. يعيش حياة بدائية بلا معين ولا معيل. وكان كاين الحق، الناس اللي عندهم وقادرين على شقاهم أعطوا لهم بناء ريفي وداروا السكنة، وانا كي ما عنديش فقير ما عطاليش ربي الحمد لله. عندك ربي لو كان يعرفوا علاش ما يديروا ليش الدار من لوطة ذرتني العقبة، يديروا لي الدار اللي هي شوية ما تصرلش هكذا. حركته البطيئة بسبب المرض والعجز تعكس كل صور البؤس والحرمان بأعالي جبال الأوراس ببلدية تلخمت. بركات بركات بزاف. يشوف يعني المير نتاع عبو قداش رحت ليهم من الاول للاخر، قلت لهم اعطيو لي بناء الريف نديرو القربي، ما عنديش فاه نخرج. قالوا لي انت ماكش متزوج ما تسالش. ولعل حلم عمي محمد اليوم أن يكرمه الله بمحسنين يكون سببا في علاجه أولا وإخراجه من هذا الكوخ في عز فصل الشتاء ثانيا.